السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبات الصف الأول الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. معكم مستر محمد جودة. إن شاء الله يا ولاد النهاردة هنحل مع بعض تقييم الأسبوع السابع في مادة اللغة الإنجليزية ترم تاني منهج جديد. فياريت قبل ما نبدأ الناس تنساش تعمل لايك للفيديو عشان نوصل لأكبر عدد ممكن من زمايلكم. ما تنسوش تدعمونا وتعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ويا ريت قبل ما نبدأ الناس كلها ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا سريعا نبتدي مع بعض. اول حاجه هنبتدي نحلها مع بعض طبعا اولاد الاداه الصفيه، وطبعا زي ما قلنا ان التقييم الاسبوعي السابع على يونت 9، يعني كل الاسئله من الوحده التاسعه. نبتدي مع بعض بسم الله. اول سؤال بيقول لي هنا I always start، انا دائما ببدا سوب. طبعا سوب اللي هي الشوربه يا اولاد، يعني انا ببدا اكل الشوربه when I have lunch، لما باجي اتناول الغداء. يبقى انا ببدا بالشوربه لما باجي اكل الغداء، بدل ما ببدا ما باكل بالفراخ والبط والحاجات دي ببتدي بالشوربه. طيب يبدا بي يعني طبعا بيجي وراها هنا حرف جر ايه؟ ستارت. طبعا هيجي ستارت with، يعني يبدا بي. يبقى كلمه ستارت دايما يبدا بي بيجي وراها حرف الجر with. نمبر 2 بيقول لي هايدي likes to live in، يعني هايدي بتحب تعيش في ايه؟ she doesn't like problems، هي مش بتحب المشاكل. شخص مش بيحب المشاكل يا اولاد يبقى شخص اكيد عاوز يعيش في سلام وامان. طب سلام يعني ايه؟ طبعا سلام بمعنى peace. عندنا كلمة peace دي قطعة، trouble مشكلة، وفاكت يعني واقع. نمبر 3 بيقول لي my friend صديقي going to his، يعني يذهب لي his grandfather جده next Sunday. next Sunday يعني يوم الحد اللي جاي at 6 p.m. هنا يا اولاد قال لي يوم الحد وحدد لي وقت. طالما حدد لي وقت يبقى دي الجمله دي وانا مغمض في زمن المضارع المستمر. وهنا اصلا الفعل متضاف له اي ان جي، يبقى هنا ناقص ايه؟ هنا ناقص از. طيب نبص كده الاختيارات، عندي كان، عندي ويل، عندي ار، عندي هاف. الاختيارات كلها خطا يا اولاد. ليه؟ لان ماي فريند ده صديقي ده مفرد، يبقى لازم هنا احط از ما احطش ار. يبقى هنا الاختيارات كلها خطا. الناس تركز كويس في السؤال ده عشان لما يجي لكم في التغيير ما حدش يتلخبط ويقوم يختار ار او يختار حاجه تانية. اللي بعده نمبر 4 بيقول لي not is your family، يعني عيلتك، experiences تجاربك، living conditions ظروف بتاعت الحياه، etc الى اخره. طبعا تجاربك، ظروف حياتك، وعيلتك، كل دي يعتبر الاولاد tradition تقاليد، ولا behavior تصرف، ولا باك جراوند الخلفيه بتاعتك. طبعا دي الباك جراوند اللي هي الخلفيه بتاعتك والحياه اللي انت عايشها. طيب نمبر 5 بيقول لي not you going swimming، تذهب للسباحة tomorrow غدا at 3 p.m. بيقول لي بكرة وفي تحديد وقت اهو. طالما بكرة غدا وتحديد وقت يبقى ده مضارع مستمر. طيب الفعل هنا جمع اللي هو يو، يبقى اسأل طبعا باستخدام ار. الموضوع سهل وبسيط. طيب نمبر 6 بيقول لي to يعني means بتعني to divide، انك تقسم او تشارك something شيء ما or do it at the same time، او انك تعمله مع حد في نفس الوقت. ده تعريف ليه كلمة ايه يا اولاد؟ طبعا ده تعريف ليه كلمة share، طبعا بمعنى يشارك او يتشارك. معنى ان انا بشارك حد حاجة، يعني مثلا لو احنا في غرفة واحدة يبقى كل واحد فينا ياخد سرير، لو بناكل مع بعض كل واحد ياخد حتة، وهكذا. يبقى بنتشارك نفس الشيء مع بعض. نمبر 7 بيقول لي people work hard، الناس بتعمل بجد تو لكي ايه؟ ماني فلوس. طبعا الناس بتعمل بجد لكي تكسب الفلوس. احنا بنشتغل ليه؟ مش عشان نجيب فلوس. طيب يكسب يعني ايه؟ شير يشارك، ولا earn؟ طبعا كلمة earn بمعنى يكسب او يحصل على. طيب نمبر 8 my sister اختي رايس الرز for us لنا today اليوم. هنا كلمة اليوم دي من الكلمات الدالة على زمن المضارع المستمر. طيب اخت مفرد ولا جمع؟ طبعا مفرد، يبقى تاخد is وبعد كده verb ing يبقى is cooking. نمبر 9 بيقول لي talking with my friend، التحدث مع صديقي زياد gives me بيخليني احس بسنس. سنس يا اولاد يعني احساس. احساس بالايه؟ باك جراوند بالخلفيه، ولا رافت اللي هو القارب الخشبي، ولا بروبلم المشكله، ولا بيس السلام والامان؟ طبعا اكيد السلام والامان والطمانينه. طيب نشوف نمبر 10 بيقول لي not celebrating بيحتفل her birthday بعيد ميلادها at the cafe tomorrow، يعني بيقول لك هل هي هتحتفل بعيد ميلادها بكره في الكافيه. هنا بيقولوا tomorrow يبقى دي جمله مضارع او سؤال مضارع مستمر. طيب عندي هنا كلمه celebrating اصلا بتضاف للفعل اي ان جي، يبقى هنا محتاج كل اللي انا محتاجه ايه؟ فعل مساعد وفاعل. طيب هنا did she ماضي بسيط، كان شي سؤال عن القدره مش عاوزينه، they will مستقبل بسيط مش عاوزينه، يبقى احنا كده عايزين is she، يعني هل هي ستحتفل بعيد ميلادها بكره في الكافيه. نشوف اللي بعده يا اولاد. عندنا بعد كده الاداه المنزليه وبرضه عباره عن اسئله تشوز. اول واحده بيقول لي always دائما in touch تواصل with your friends مع اصحابك. دي احنا كنا دايما بناخدها في درس التواصل مع الاصدقاء اللي هو طبعا الخطط والحاجات دي كلها والتكنولوجيا. كنا دايما بنقول لك دائما stay in touch. stay in touch يا اولاد يعني ابقى في تواصل مع اصحابك، دايما كلم اصدقائك.
نمبر 2 بيقول لي فريدة often، فريدة غالبا، badly يعني بشكل سيء، but he became، لكن هي أصبحت a much better person، يعني أصبحت شخص أفضل الآن، بقى أسلوبها كويس وبقى بتتكلم مع الناس بشكل كويس. يبقى هي زمان كانت أولاد طبعا كانت بتتصرف بشكل سيء. طب يتصرف يعني إيه؟ طبعا بمعنى behaved. يبقى فريدة often behaved badly، كانت بتأدي أو بتتصرف أيضا بشكل سيء. طيب نمبر 3 يا اولاد بيقول لي our flat، الشقه بتاعتنا isn't big، مش كبيره، so my brother، عشان كده اخويا and I، وانا one room، غرفه واحده. انا واخويا بنعمل ايه في الغرفه؟ طبعا بيتنا مش كبير، يبقى انا واخويا اكيد بنتشارك غرفه واحده. يبقى اقول ان انا يا اولاد سبورت يدعم، ولا انكارج يشجع، ولا شير يشارك؟ طبعا هتبقى شير. نمبر 4 بيقول لي the thief يا اولاد اللي هو اللص او الحرامي. خلاص. بيقول لي the old women، المرأة الكبيرة أو المرأة العجوزة، عمل معاها إيه؟ أكيد خدعها أو ضحك عليها أو سرقها. طيب نشوف الأفعال كده اللي موجودة عند كلمة encourage، شجعها، support دعمة، tricked خدعة، وloved ضحكها. طبعا هتبقى tricked بمعنى خدعة. نمبر 5 this artifact is fake، يعني بقول لك القطعة الأثرية دي fake يعني مزيفة مش حقيقية. it's not يبقى هي مش إيه؟ طبعا حاجة مزيفة يا أولاد، يبقى أكيد الحاجة دي مش حقيقية أو مش أصلية. طب أصلي يعني إيه؟ false خطأ، ولا original؟ طبعا عندي كلمة original طبعا بمعنى أصلي أو حقيقي. طيب نمبر 6 firefighters اللي هم رجال الاطفاء are famous for their، بيبقوا طبعا مشهورين باولاد. طبعا اي رجل اطفاء بيواجه الحرائق وبيواجه النيران وبيطلع اماكن عاليه وكل الحاجات دي، هو مشهور اكيد باولاد بالبريفري بتاعته، البريفري اللي هي الشجاعه بتاعته. طيب نمبر 7 بيقول لي يارا is clever and، يارا بتكون بنت clever يعني ذكية أو ماهرة، وبتكون إيه أيضا؟ طيب هنا محتاج أجيب بعديها صفة. طيب عندي كلمة adventurous يعني بنت مغامرة، يبقى أنا أقول إن هي clever ماهرة أو ذكية، و adventurous يعني بنت طبعا بتعشق المغامرة. طيب نمبر 8 بيقول لي interest يعني اهتمام. in your friend's new life، في حياة صديقك الجديدة. يعني بيقول لك ايه الاهتمام بحياة صديقك؟ طبعا لازم نظهر الاهتمام بحياة صديقنا. لما كنا بناخد الباراجراف اللي بنتكلم بيه عن الاصدقاء يا اولاد، كنا دايما بنقول لك ايه؟ show interest يعني اظهر الاهتمام in your friend's new life، في حياة صديقك الجديدة. او لو حصل لصديقك اي موقف لازم تكون مهتم طبعا انك تتكلم معاه في الحاجة اللي حصلت معاه. طيب بعد كده يا اولاد بيقول لي نمبر 9 on video calls، في مكالمات الفيديو we talk face to، احنا بنتكلم في مكالمات الفيديو بنتكلم ايه؟ وش لوش، يبقى بقول عليها ايه؟ face to ايه؟ طبعا face to face يعني وجه لوجه. نمبر 10 the villagers القرويين crossed the river، عبروا النهر on نقط بالايه؟ طبعا النهر موجود كده، يبقى هم عدوا بايه؟ اكيد قارب خشبي من اللي هو الصغير اللي كنت بقول عليه بالرافت. رافت يا اولاد اللي هو القطعه الخشبيه طبعا اللي الناس بتمشي عليها، وطبعا بيقعدوا يجدفوا طبعا المجداف طبعا اللي في الميه. طيب نخش بعد كده يا اولاد على التقييم الاسبوعي. جايب لي طبعا هنا اسئله كومبليت سنتنس واسئله تصحيح كلها، وثلاث نماذج موديل A وبي وسي. طيب نشوف اول واحده. بيقول لي بسمه is have an interview، يعني بيقول لك بسمه هيبقى عندها interview with the manager tomorrow، مع المدير بتاعها غدا. عندها طبعا لقاء او اجتماع مع المدير بتاعها بكره. غدا يبقى مضارع مستمر. عندي هنا is يبقى have احط لها ing، يبقى have هتبقى having. شوف اللي بعده. بيقول لي اياد not be going، اياد مش هيروح to school المدرسه tomorrow غدا، برضو كلمه داله على المضارع المستمر. طيب اياد مفرد ولا جمع؟ مفرد، يبقى انا عاوز انفي بايه؟ هنفي طبعا ب isn't. اللي بعده بيقول لي I'm stay with my grandparents، انا قاعد مع اجدادي at the weekend في الاجازه. هنا بيقول لي I am، طالما I am يا اولاد يبقى دي جمله مضارع مستمر، يبقى I am stay اعمل فيها ايه؟ ازود لها ing، يبقى I am stay هتبقى staying. نمبر 4 بيقول لي محمد and كاريمان، محمد وكاريمان go to the concert، رايحين الحفلة next Friday الجمعة اللي جاية at 9. هنا طبعا يوم جاي هيحصل في المستقبل وفي تحديد وقت، يبقى ده مضارع مستمر. طيب محمد وكاريمان هنا ايه؟ الاثنين جمع، يبقى استخدم معاهم are، وكلمة جو ازود لها ing هتبقى are going. نشوف اللي بعده يا اولاد. نمبر 5 بيقول لي وات از دوينج يوسف طبعا at the holiday. طبعا هنا بيقول لي يوسف عمل ايه في الهوليداي اللي هي الاجازه. طبعا ده سؤال في المضارع المستمر لان عندي الفيرب مضاف له اي ان جي. طيب هنا هعمل ايه يا اولاد؟ انا عندي هنا اداه امشي بترتيب السؤال، اداه استفهام فعل مساعد بيجي وراها الفاعل، يبقى هنا يوسف ده هنجيبها الاول
طبعا هم كاتبينها خطأ والتقييم اصلا كله فيه اخطاء كتيرة. يبقى يوسف وبعد كده doing. يبقى أداة استفهام فعل مساعد فاعل وبعدين فعل. نشوف موديل بي يا اولاد النموذج التاني. هنا بيقول لي اياد ميتنج نهله اوتسايد ات سينما ان 5 minutes. يعني ايه الكلام ده؟ اياد هيقابل نهله بره السينما بعد في خلال 5 دقايق. طبعا ده مضارع مستمر. طيب اياد مفرد ولا جمع؟ مفرد، يبقى يحط از، وميتنج هكتبها زي ما هي، يبقى از ميتنج. اللي بعده on Saturday في ايام السبت they be having dinner at the hotel. هم هياكلوا او هيتناولوا العشاء طبعا في الهوتيل اللي هو الفندق. طيب they مفرد ولا جمع؟ جمع، وجمله مضارع مستمر يبقى هقول they are. Number 3 مازن be playing tennis this afternoon. مازن بيلعب التنس في فترة ما بعد الظهر. طيب هنا برضو نفس الكلام، مازن مفرد ولا جمع؟ مفرد، يبقى عوض مكان بي بإز. نمبر 4 بيقول لي on Friday في ايام الجمعه خالد get a haircut. خالد هيحلق شعره at 2 o'clock الساعه الثانيه. طيب خالد مفرد ولا جمع؟ طبعا مفرد، يبقى هعمل ايه؟ احط طبعا is وبعد كده ازود للفيرب ing يبقى is get هتبقى getting. طيب نمبر 5 are you visiting your relatives. هل انت زرت قرايبك yesterday امبارح؟ طبعا هنا دي جمله في المضارع المستمر. يبقى طبعا طالما مضارع مستمر يا اولاد ما ينفعش استخدم معاها كلمه yesterday، لان كلمه yesterday معناها بالامس، بتحول لي الجمله لماضي بسيط. طيب انا عاوز كلمه داله على المضارع المستمر. احنا من ساعتها عمال نقول tomorrow 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 غدا، يبقى استخدم كلمه tomorrow اللي هي غدا، لان دي كلمه من الكلمات الداله طبعا على زمن المضارع المستمر. هنكتب tomorrow. طيب بعد كده اولاد الموديل سي اللي هو النموذج الثالث. اول واحده بيقول لي هنا هاجر is going to boot an iPhone. يعني بقول لك هاجر سوف تشتري ايفون اللي هو التليفون الايفون. طيب هنا عندي going to، انا عارف ان going to بيجي وراها المصدر، يبقى ينفع اجيب بوت ماضي؟ طبعا لا، يبقى اجيب المصدر من بوت، ومصدر بوت يا اولاد هي باي بمعنى يشتري. نمبر 2 بيقول لي the sky is cloudy. السماء مغيمة. it's going هي سوف ايه؟ هنا طبعا في عندي دليل وبستخدم قاعدة going to، يبقى going to يبقى هيجي ورا to فعل في المصدر، يبقى going يبقى to ورين هكتبها زي ما هي، يبقى going to rain. طيب نمبر 3 بيقول لي where you going to go shopping. اين سوف تذهب للتسوق؟ هنا طبعا going فعل في المصدر وعندي you طبعا فاعل جمعي، يبقى استخدم ايه مكان بي؟ طبعا هستخدم are. طيب نمبر 4 بيقول لي I not be going to visit. انا مش هزور the museum المتحف this week هذا الاسبوع. طبعا دي جمله في برضو المستقبل البسيط. طيب انا عندي going to والفعل I، يبقى احط هنا am بس منفيه بقى لانه هو عاوز نفي، يبقى am not. انا مش هروح المتحف الاسبوع ده. اخر حاجه يا اولاد بيقول لي my brother اخويا is going travel to Alex. اخويا هيسافر للاسكندريه. طيب my brother is going ما بيجيش كده لوحدها، طالما في بعديها فعل يبقى لازم نحط بينهم وبين بعض to فعل في المصدر، يبقى going هتبقى going to. كده طبعا يا اولاد يبقى وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى الناس كلها تكون استفادت من الشرح، واتمنى لو في حد استفاد من الشرح ما ينساش يدعمنا ويعمل لايك واشتراك في القناه ويفعل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم مستر محمد جودة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.